أكيد سعادة كبيرة جدا، سعادة لا توصف إنه نحن بين أهلنا وناسنا وأحبابنا في مدينة إدلب اللي اشتقنا لها كثير. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى قدر إنه بعد سقوط النظام الجائر إنه يكون أولى معسكرات منتخبنا الأولمبي في مدينة إدلب. الجميع يعلم يعني احنا عندنا استحقاق ب 19/3 في مدينة مسقط هي نهائيات بطولة غرب آسيا. فكان المعسكر الاول انه يكون تحضيراتنا في مدينه ادلب. طبعا احنا لو في اقامه حتى في مدينه ادلب كنا راح نختار الاقامه، ولكن فنادق بجوز تكون في شغل مشغوله شوي. اقامتنا عم تكون بحلب، تدريباتنا يوميا راح تكون على الساعه 10 مساء في مدينه ادلب. معسكرنا الاول هو عمليه انتقاء، في عندنا 33 او 34 لاعب، راح يصير انتقاء منهم، انتقاء مجموعه 24 او 23 لاعب حتى ان شاء الله يمثلونا في البطوله القادمه. طبعا ممكن احتمال كبير يكون في بعض اللاعبين مغتربين باوروبا، واللي هن هلا نوعا ما عمده او ركائز اساسيه بالمنتخب الاول. في حال غياب اللاعبين المستعيدين الجنسيه، في حال قدرنا نستعين ببعض اللاعبين منهم ايضا يكونوا اضافه ان شاء الله.